Kesna veje, gotin buke, levichuke, chirokawe perdereje, desten hojdar berindare, ennuka taqreje, gotin buke, levichuke, chirokawe perdereje, desten hojdar برنداره من نوكا تقريجه جمر قوتن لقى مشلو البراته مسوقيجه جمر قوتن لقى مشلو البراته مسوقيجه نرحب بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج المجتمع جيفاك. موضوع حلقة اليوم سيكون عن الاضطرابات النفسية المزاجية. قبل أن نناقش موضوع الحلقة نتابع التقرير التالي ونعود. أصبح تقلب المزاج عرضاً شائعاً من أعراض القلق التي يعاني منها الكثيرون في يومنا هذا. قد يكون من الصعب التعامل مع شخص صعب المزاج، بما في ذلك الحفاظ على الوظيفة، تشكيل علاقات جديدة، بل وحتى الحفاظ على العلاقات القائمة حالياً مع الأهل والأصدقاء. ولذلك ترى الأفراد يتجنبون التعامل معه بأي شكل كان وتحت أي سبب كان من الأسباب. ولكن ما هي المزاجية؟ وما هي أسبابها لكل من النساء والرجال؟ وما هي الأسباب المقتصرة على الإناث فقط؟ مرحبا بكم مجددا مشاهدينا، وأيضا نرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور محمود بدرخان، أخصائي الأمراض النفسية. أهلا وسهلا بك دكتور محمود. أهلا وسهلا دكتور، بداية لو تشرح لنا ما هي المزاجية؟ المزاج أو المود هو الإحساس أو الشعور بالحزن أو الفرح أو السوء، يعني الأحداث مثلا سيئة، يعني هو الشعور العام اللي بيصير مع الشخص، يعني أو ما يجول في خاطره باختصار. أحداث متعددة. إذن ما هي سمات أو صفات الشخصية المزاجية؟ الشخصية المزاجية هي شخصية فينا نقول هي شخصية كان نقول يعني ردة فعل على حدث أو على شيء ما، يعني بتلاقيه متقلب، مثلا مبسوط سعيد لسماعه لكلمة أو لنقد أو لشيء، تغير مزاجه صار بعقلية أي يعني. تماما، يعني متقلب مزاجيا مثل ما بيقولوا بالعامية. تمام. ما هي أسباب المزاجية برأيك دكتور محمود؟ لا، بشكل عام الشخص السوي أو الشخص العادي السليم المتعافى من منظور الصحة النفسية هو الشخص الذي يعني يتحكم أو يحتكم إلى العقل وإلى الصوابية مع الأحداث أو مع المحيطين به. المزاج المفروض يكون سوي بجميع أوقات، يعني مثلا ليلا نهارا حسب الحالة، يعني الجو أو المحيط اللي هو فيه. إذا مثلا حدث راد أو حدث مؤذي أو محزن أو مكرب، تلاقي من الطبيعي إنه الشخص يكون حزين أو مزاجه هابط أو نازل. يعني المحيط له تأثير، يعني له تأثير طبعا. الإنسان بيتفاعل دائما مع الأحداث ومع المحيطين، نحن بنضل بشر يعني بالنهاية نبقى بشر. كما هو شائع دكتور، النساء أكثر تعرضا
الاضطرابات النفسية المزاجية، ما هي أسباب تقلبات المزاج المقتصرة لدى النساء؟ هلا بالعموم النساء يعني كونهم بيتعرضوا مثلا ضمن الشهر لتغيرات هرمونيه بتصير فيها نقص او في نحن بنسميها الطمس، يعني انقطاع الدورة الشهرية. يعني غالبا أو مجمل النساء بتتعرض لاكتئاب أو مثلا لرض نفسي شديد، بيتغير المزاج، بصير مثلا مكتئبة نوعا ما، بصير منفعلة، بصير يعني بتعصب على أي أدنى سبب، يعني كونه في تغيرات وتبادلات هرمونية خلال المدة هي، بالإضافة إلى الطبيعة الحساسة للنساء، يعني هن أقل ما بنقول أقل تحملا، بس يعني أكثر حساسية بالنسبة للرجال. بالإضافة للأمور المنزلية والأعباء المنزلية على عاتقها، يعني من الاهتمام ضغوطات كبيرة خصوصا بعصرنا الحالي. تماما، يعني في ضغط عمل، في شغل على مدار الساعة، في إجهاد، في أرق، في قلة نوم، في الاهتمام بالأولاد، بأب الأولاد، يعني بالزوج، كلها بتلعب ضغوطات جميعها في النهاية في المحصلة تلعب دورا في مزاجية النساء المرأة بشكل عام. ما هي الأعراض النفسية والجسدية لشخص متقلب المزاج؟ إذا بدنا نحكي بالمزاج كبس مزاج الشخص اللي المفروض انه المزاج يعني حزين لظرف ما، يعني لسبب ما، لعامل اساسي. اما اذا ما في سبب مبرر لهذا الشيء، المفروض يكون مزاجه سوي او طبيعي. يعني هلا إذا حالة مرضية، يعني في عنا أكثر من اضطراب بيؤدي لتقلبات أو تغيرات بالمزاج. يعني في عنا الاكتئاب، في عنا مثلا الثنائي القطب الباي بولار، في عنا مثلا اضطرابات المزاج المتعلقة بالمواد المخدرة والمدمنة، في عنا الاكتئاب، بنلاحظ إنه في اكتئاب دوري، في اكتئاب موسمي، يعني له أنواع. اكتئاب الخريف كثيرا يتحدثون عنه. ما هي الأمراض التي تؤدي إلى تقلبات المزاج برأيك دكتور؟ هلا مثل ما ذكرنا مثلا بالاكتئاب النفسي او الاضطرابات المزاجيه بشكل عام، بيتغير المزاج، بيصير دون المستوى السوي او المطلوب بشكل عام. بنلاحظ اذا فرضنا مثلا حكينا على الاكتئاب النفسي، انه خلال تشخيصه المده الزمنيه الكافيه، يعني اقل من حوالي اسبوعين، مزاج هابط نازل دون المستوى. يعني الشخص اللي بنعرفه سابقا بنلاحظ انه ما عاد متفاعل، ما عاد مثلا كان مثلا عم بيحكي كثير، كان يضحك كثير، اجتماعي، يضحك كثير، مثلا بيمزح كثير، بطل يكون الشخص نفسه، يعني صار شخص آخر. العمل، الأداء الوظيفي بينخفض كثير، يعني دون المستوى السابق. بالإضافة إنه النوم بيضطرب، في عندك حتى الشهية، الأكل يعني كمان بتنخفض. هذا بنحكي عن الاكتئاب. أما عن الثنائي القطب اللي هو باي بولر، ممكن يرتفع المزاج هون، يعني يصير مثلا بنسميه ايفوريا او مزاج عالي. بيكون شخص كان عادي طبيعي معروف عنه انه يعني
بيتفاعل مع الاشخاص، بس ما كان مثلا بيحكي نكته او مزحه، تلاقيه صار يحكي كثير تحول لشخص ثاني تماما. اي لا يعني حتى كيف بتسمى انه الشخص هذا يعني بينقل المزاج العالي للشخص اللي مقابله. بتلاحظي انه الحكي او الاسلوب اللي بيحكي فيه باسلوب مضحك، يعني نكهه كثيره، يعني الثاني فورا مزاجه بيعلى مع الموجود، بس هي حاله مرضيه بالنهايه. تجاوب. إلى أي درجة يتأثر الشخص المزاجي بالبيئة المحيطة، مثلا كشخص سلبي متشائم من مصاصي الطاقة كما يقولون؟ هلا بشكل عام الانسان او اي شخص باي فتره عمريه بحاجه الى انه ياخذ وقت من الراحه. يعني مثلا طفل بيداوم بسن المدرسه، عنده 3 ساعات 4 ساعات من الدوام، بيرجع على البيت لازم يرتاح مثلا، بعدين بيأدي وظائفه المنزليه البيتيه، عنده مثلا ساعات راحه من انه يتابع التلفزيون او يشوف الايباد تبعه، او يطلع مثلا مع اهله او مع اخوانه الاكبر منه سنا بشيء مثلا يعني حديقه شغله مشان يرفع عن نفسه، او مثلا رياضه معينه. الشخص البالغ او الكبير بالعمر عنده يعني مثل ما بيقول انه عنده نضوج فكري اكثر، عنده يعني اهتمام، مو اهتمام، يعني بيتعرض لمواقف، يعني هو الشخص المسؤول بالنهايه. الطفل هذا ما هو مسؤول، المسؤوليه بتوقع على عاتق الكبير، على الاب او الام. هلا هون الاب والام موضوعيين اكثر وبيحسبوها اكثر، يعني مثلا يعني حمايه او تامين المستلزمات لافراد العائله، اعباء يعني منزليه تماما. يعني هي واجبات على مثلا على الاب هون بمجتمعنا اكثر ما هي على الزوجة أو المرأة. يعني في تأمين حياة معيشية كريمة، يعني ما بدنا نقول مرفهة كثير بالظروف الحالية، متطلبات الحياة، يعني المستلزمات الأساسية يعني على القليل. لازم يأمن الحماية لأفراد أسرته، يعني يوم ما يكون الوالد موجود الكل بيحس بالأمان والاطمئنان. هلا هذا كله بينعكس على المزاج بالنسبة لأفراد الأسرة ككل. الكبار كمان بحاجة مثلا إنه في وقت عمل خلال الأسبوع، 5 أيام عمل، في عندك يومين راحة. المفروض أنه يفرغ الضغط العمل أو الشغل لساعات عمل طويلة أو خلال الأسبوع، أنه يعني يعملوا زيارة لحدا، أو حدا مثلا بيزور عندهم، بتلاحظي المزاج يتغير، بيعملوا مثلا سيران أو رحلة أو شيء. الرحلات خصوصي هلا وقت ربيع تلعب دور. هذا كله بيغير من مزاجية الأشخاص يعني كأسرة ككل. تمام. هل هناك أي أطعمة، رح نحكي سنتحدث عن الأطعمة هنا، لها تأثير على تقلب مزاج الشخص؟ هلا بشكل عام يعني من المعروف انه الشوكولاته الداكنه او الشوكولاته المره يعني بترفع من المزاج، يعني كانه كطعام. الورقيات السبانغ، ما بعرف يعني الخضروات الورقيه بشكل عام، اي تماما، اللي لها او جذور اوراق او شيء، يعني بتحسن من المزاج، بتنشط الذاكره كمان. بشكل عام يعني الطعام
يعني الوارد الغذائي من كل ماده، من المغنيسيوم، من البوتاسيوم، من الزنك، تنوع الغذاء. تمام. الشخص اذا اخذ حاجته يعني ما في شيء المفروض يكون مزاجه سوي كوارد غذائي. اما الاساسي بيلعب دور هو الناس، المحيط، الجو المحيط، المجتمع، يعني المحيط، طبعا الأماكن بشكل عام. كيفية التعامل مع الشخص المزاجي دكتور، كيف لنا أن نتعامل معه؟ هلا بيختلف الحال عن الشخص او التعامل مع الطفل او المراهق مع شخص بالغ يعني فوق 20 سنه اذا بدنا نقول. يعني بدنا نعرف انه درجه العلاقه او القربه مع هذا الشخص، هل هو شخص من افراد العائله؟ هل هو شخص قريب او مثل ما بيقولوا القريب البعيد، او يعني ملتزم معه اجتماعيا وعاطفيا اذا بدنا نقول؟ هل هو شخص مثلا بيشتغل بنفس المكتب او العمل، يعني زميل عمل، او شخص عادي؟ يعني بالنهايه درجه القربه او الاحتكاك مع هذا الشخص بيفرض علينا انه كيف نتعامل معه. هلا بشكل عام الواحد يعني المفروض يتعامل باحترام مع الشخص اللي مقابله، مع المجتمع ككل. مثلا شخص كئيب، مزاجه نازل هابط، بنحاول انه نساعده، يعني نرفع من مزاجه، نعرف شو همومه وشو مشاكله، عل وعسى انه يعني نقدر نقدم له شيء، او نوجهه. مثلا عنده مشكله، عنده ازمه، بنحاول انه يعني مو كل المساعده هي مساعده ماديه بالنهايه. أكيد. يعني الرفع من معنويات الشخص، او لمجرد انه حكيته كلمه حلوه، كلمه مثلا قريبه من القلب، طبعا بترفع من المزاج، او تخلي الشخص هذا مثلا يعني ترفع معنوياته ويزداد تقديره لنفسه وللآخر كمان. يعني بالإضافة لأنه الشخص اللي بيعاني من مشكلة، يعني إذا من أي اضطراب نفسي صريح وواضح، او اخذ معه مده زمنيه، المفروض انه نساعده او نوجهه لانه يراجع عياده نفسيه ليتلقى العلاج. هنا ضروره التوجه الى الاطباء والعيادات الطبيه. تماما. ما هي المضاعفات التي تتطلب التدخل الطبي بالنسبه لمرض نفسي ولا الاضطراب؟ هلا بشكل عام يعني المزاج، اذا بدنا نحكي عن خلل بالمزاج، خلل اما زياده او يعني دكتور عفوا، هناك اشخاص يعني يرفضون حتى المساعدة بأي شكل، بالكلام أو المصارحة. إذا هناك مشكلة يعني نود مساعدتهم، يعني لا يتحدثون ولا يتكلمون بشيء. هنا ما المطلوب؟ هلا بنرجع بنقول انه بكل عائله او بكل اسره في شخص يعني يعتبر الاب الروحي او المسؤول عن الافراد هدول، هو اللي بياخذ القرار، هو اللي بايده الحل والربط. يعني اذا شاف انه احد اولاده مثلا منعزل منطوي، بيختلي بغرفته، ما بيقعد مع اسرته، ما بياكل، اكله قل، نشاطه المدرسي خف، لا يتحدث مع احد تماما، ما عم بيتفاعل كالسابق مع اهل بيته، او صار ما عم يستقبل رفقاته، او بطل يروح على المدرسه. هذا يعني لازم يندق عنده جرس الانذار، لانه يعني يحاول يستفهم من الشخص هذا او من والدته او من اخوانه انه شو في او شو صار معه مثلا فلان من الناس. هلا
إذا في ساعده مثلا مشكلة أو ظرف قابل لأنه يحلها بيحلها، إذا ما هي مثلا المفروض أنه يستشير أو ياخذ برأي خبير نفسي أو عيادة نفسية. عفوا يعني الأطفال أو البالغين، بدنا نحكي عن البالغين هسه، في خطورة أنه إذا الشخص هذا ممكن يكون عنده مشكلة نفسية، مشكلة ما قادر يواجه أو يحكي، أو بالأساس مثلا إذا بدنا نحكي عن مرض نفسي اللي هو الاكتئاب، ممكن الشخص هذا يعني بطبيعة المرض يعني كمرض بيخلي الشخص هذا مثلا يمتنع عن الحكي او التواصل مع الشخص، يعني ممكن ما يستجيب لاهل بيته او لنصح الزملاء او الاخرين الاقارب. بالتالي المفروض انه تتوجه فيه لعياده نفسيه. يعني في عندنا خطورة الانتحار، إذا بدنا نقول إنه الشخص المكتئب ممكن بكل سهولة إنه يقدم على الانتحار. بتكون أنت يعني فوتت فرصة أو ما قدرت إنه تساعده لمجرد إنه أهملته، أو يعني في عندك في شغلة أساسية إنه أنا خليته على راحته مثلا، تماما، انه انا اعطيته مجال او خليته او شفته انه يعني نظره الشخص المريض او المصاب ما بتكون يعني الجديه، او المفروض انه الشخص هذا ممكن انه يأذي نفسه او يقدم على تصرف يكون يعني سيء او عواقبه وخيمه بالنهايه. في حال التدخل الطبي، ما هي الخطة العلاجية بالنسبة للشخص المزاجي؟ هلا نحن قلنا انه انخفاض المزاج هي مشكله، ارتفاع المزاج هي مشكله. يعني في عندنا مثلا رينج محدد او مثلا مستوى محدد تماما. يعني اذا بدنا نقول يعني خطين او في مجال ضمن هاي الخطين. اي انسان او اي شخص او اي فرد بفتره عمريه بيتعرض لضغوطات لتغير المزاج، او نحن بنسميه تعكر المزاج او مزاج منخفض. او هلا اذا هذا المزاج تصنف ضمن مرض طبي، ضمن يعني عندنا معايير لتشخيص اي مرض، المده الزمنيه، الشده، الاداء الوظيفي، الاداء المدرسي، النوم، الاكل، كل هدول بيلعبوا دور. إذا بدنا نجي نحدد شدة المرض وبدنا نشخص أي مرض يعني بالذات. هلا إذا يعني الشخص الخطة العلاجية دكتور، الشخص يعني ممكن إنه مزاجه عكر أو يكون انخفاض مزاج لنص ساعة. هلا ما بنجي بنتدخل بنعطيه علاج دوائي مثلا، ما بنجي بنقول له ليش. ممكن انه في عنده ظرف معين، مشكله معينه ادت لهي شيء، بعد فتره بيرجع لحالته السويه طبيعي. اما اذا تشخص المرض على حسب المرض بنعطى العلاج الدوائي. في عندنا علاج دوائي، علاج سلوكي، علاج معرفي سلوكي، العلاج مثلا بالصدمات الكهربائيه اذا بدنا نقول الاي سي تي، ادخال المريض لمشفى نفسي ليتلقى الرعايه الطبيه اذا كان في خطر على الشخص نفسه او على المحيط او المجتمع. هون حسب بقى المرض، شده المرض، استجابه المريض نفسه، وتعاون الاهل يعني حتى السلك الصحي اذا بدنا نقول بالعموم، تعاون الجميع في شفاء المرضى. هل نعتبر الاضطراب النفسي المزاجي خطير وقد يؤدي الى الموت او الانتحار مثلا؟ تحدثت عن الانتحار طبعا. دكتور طبعا اي يؤدي، ما بدنا نقول في نسبه معينه او نسبه محدده من انه المرضى المكتئبين اذا بدنا نقول بيقدموا على الانتحار، بس يعني لمجرد انه يكون في مرض
مثل الاكتئاب زي بدنا نحكي، احتمال انه يدخل بمحاولات انتحار وبفعل الانتحار بذاته. بضل في خطورة، يكون دايماً. في خطورة إذن. تمام. سؤالنا الأخير دكتور محمود، ما هي النصائح بشكل عام لتحسين المزاج؟ تحسين المزاج شغلة صعبة شوي، يعني لأنه الشرق الأوسط الجو اللي نحن عايشين فيه يعني بيعكر أو بيخلي المزاج متقلب أو دون المستوى المطلوب. بس بشكل عام أنه يعني أفراد الأسرة الواحدة أو الأطفال أو الزوجين الأهل يعني أو الأسرة الواحدة المفروض يعني يتواصلوا مع بعض أكثر، يقعدوا مع بعض، يفهموا بعض، يعني يلاقوا حلول. والحلول دائما بتكون سهلة وبسيطة، يعني ما هي الحلول يعني الصعبة أو في متناول الجميع تماما. يعني أحيانا بكلمة وحدين بيتغير مزاج الطفل، بيصير يعني كان عم يبكي، كان حردان مثلا، قاعد منطوي منزوي، لمجرد أنه حكيته كلمتين أمه أو أبوه أو أخوه، عطوه شغلة مثلا قلم لعبة، تلاقي الشخص هذا نسي كل شيء عنده. لما نحكي عن الكبار أو الأكبر سنا، في عندك أنه يعني دائما بيكون في سبب، يعني نحن بدنا نقول دائما بس مو بجميع الحالات، يعني باغلب الحالات انه الناس بالفتره اللي نحن عايشين فيها بالقرن ال21 ما عادوا بيتواصلوا مع بعض. يعني التكنولوجيا يمكن تماما، يعني بتلاقي الأربعة خمسة بالبيت قاعدين عم يفتحوا الايباد والموبايل والكمبيوتر يعني واحد غايب عن البيت، ما عادوا قعدوا على طاولة وحدة، سفرة وحدة، ما بيشاركوا بعض أفكار بعض، يعني الشيء اللي داير براسهم، متاعبهم، مشاكل، يعني ما عاد في صراحة أو تواصل زي بدنا نقول ضمن الأسرة الواحدة. أنا بدي أقوله إنه المفروض نحكي مع بعض، نشوف بعض أكثر، يعني نفهم. إذا فهمنا أو عرفنا عذر أو المشكلة، الشغلة أو اللي هي السبب في مثلا انخفاض مزاج الشخص هذا او زعله او خصامه مثلا، نقدر نحلها. هلا اذا في مشكله طبيه، في اضطراب على مستوى اذا بدنا نحكي على المستقبلات العصبيه، السيروتونين طبعا اللي هو الاساسي اللي بينخفض بهالمرحله هي، او اضطراب مثلا هوسي اذا بدنا نحكي عن ارتفاع المزاج كمان بشكل فوق المستوى الطبيعي، بده تداخل طبي ومعالجه دوائيه، يعني حتما اذا مو اسعافيه بس تحت اسعافيه يعني ضروريه، لانه دائما بيضل في خطوره على حياه المريض، او لنحسن من مستوى النفسي او المستوى الاجتماعي. نحن تداخلنا بهي المرحله اذا حسنا المزاج تبع الشخص بيكون حسنا حياه العيله كلها، يعني افراد العيله كلها بيحسوا باريحيه يعني باستقرار نفسي. إذا مشاهدينا، كما لاحظتم هنا دور الأسرة دور كبير جدا، يعني متابعة الأعمار كافة، الأطفال، الكبار، الزوج، الزوجة، جميع الأسرة، جميع الأشخاص الذين لديهم مزاج سلبي أو إيجابي أو كيفما كان مزاجهم. في نهاية حلقة اليوم من برنامج المجتمع جيفاك، لا يسعنا إلا أن نشكر الدكتور محمود بدرخان، أخصائي أمراض نفسية، على وجوده معنا. شكرا لك دكتور على مشاركتك، وشكرا لكم أيضا مشاهدينا على حسن المتابعة. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع القادم بموضوع جديد وضيف جديد من برنامج المجتمع جيفاك. إلى اللقاء.